او نعرفها عن طريق نصوص الاسره الخامسه. ولكن طبعا ما حصلش تطور في المقاطعات المصريه منذ الملك مينا، حتى يمكن العهد البطلمي يمكن حصل توسعات جغرافيه لكن المسمى كان ثابت. فالتقسيم الاداري المصري القديم طبعا ما لا شك فيه ده موجود بنصوص ان كنا بنتكلم عن الاسره الخمسه، لكن اكيد جذورها ده اكيد ممتده الى عصر الملك مينا وما قبل الملك مينا. فطبعا كان في تقسيم اداري بالمقاطعه، والمقاطعه على راسها كاهن، وطبعا الملك وهو الملك مينا يعني حابين نقول اول ملك فعلي في مصر. ثم كمان انا باخذ من لوحه الملك نرمر حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ هنجد انه خلف الملك يمشي شخصيه ما مكتوب فوق راسه حرفين اثنين وهي اضفاط. واضفاط معناها باللغه المصريه القديمه وزير. فاذا كان عندي ملك، عندي وزير، عندي شعب، عندي كاهن، فبالتالي ده تقسيم سياسي لأقدم دولة في التاريخ بلا منازع، وأقدم مملكة في التاريخ بلا منازع. هل كان هناك من يعترض على الفرعون أو على الملك في فترة من فترات التاريخ، مثلا يذكر التاريخ مثلا هناك قامت ثورة أو هناك من اعترض على ملك أو على قرار للفرعون في فترة معينة من التاريخ المصري القديم؟ شوف حضرتك، كان في مقولة بقولها ويمكن بعض المرشدين بيستخدموها الآن، ان ودي يعني هو مجرد انه يعني سطر معين بيتقال لك ان السطر ده تحتيه تفكير عميق جدا. انا بقول ان جميع الفراعنة كانوا ملوك مصر، وليس كل ملوك مصر كانوا فراعنة. تمام. لان الفرعون مهما اختلفت المدارس ومهما اختلف الباحثين، فانا مصمم على انه لقب وليس اسما. طبعا بالنسبه للثورات احنا ما نقدرش نقول ان حدثت فيه ثورات في مصر القديمه، يمكن في عهد الملك بيبي، لكن دي بنحطها تحت حاجه معينه بالنسبه للناس اللي بيقولوا ان الملك بيبي الثاني ده كان فرعون موسى او فرعون الخروج. دي لان كانت فتره حكم مستمره بالظبط، يعني 92 سنه وكده، فدي ما اقدرش اقول عليها ثوره حقيقيه. لكن الثوره الحقيقيه بمفهوم الثوره بتاعني النهارده التي تعني النهارده 2013، لا دي حصلت في عهد الملك رمسيس الثالث، ودي كانت ثوره العمال وفي مدينة طيبة الغربية. فمن قال ان الفراعين كانوا ظلمة؟ كان طالبهم ايه العمال او ليه؟ والله عايز الحقيقة عيش وتعديل اقتصادي او بمعنى معيشة احسن. كما انا اطالب النهارده في 2013، ما اختلفتش انا واجدادي خالص. لكن هذه الثوره بالظبط ده بس هنشيل بقى كلمه ديمقراطيه دي، لا حريه كانت موجوده، لان نقول فعلا ظهرت هنا الفوارق الطبقيه، وعشان كده بقول دي يمكن اول ثوره حقيقيه مذكوره في التاريخ وموثقه. امال ليه الناس فاهمه ان ما كانش في ايام الفراعنه حريه؟ كولك فرعون ما معنى الحريه؟ لا، ما احنا لو قدرنا نعرف الحريه نقدر نجاوب ما معنى الحريه، يعني ايه ناس بتقول؟ لا، التاريخ ما فيش حاجه بتقول، التاريخ لها ثوابت والثوابت لها نصوص. فاذا قال المصري القديم هذا النص فانا هصدق المصري القديم ومش هصدق اي مدرسه ثانيه، لان مش مصلحته انه يكذب. مظبوط يا فندم. طيب الاستاذ فتحي المهدي، على نفس الصعيد هل يعني قام المصريين القدماء بثوره؟ انت شايف ان ثوره 25 يناير حققت مطالبها او جزء من مطالبها؟ خلينا بقى في 2013 مع حضرتك راجل تربوي وراجل تعليمي وصحفي. ثوره 25 يناير كانت مطلوبه، لان الثوره فعلا جت في الوقت المناسب، وجت علشان خاطر المصريين ينعموا بحياه كريمه عزيزه وتتصلح احوالهم، يعني الثوره تقود البلاد للتقدم والازدهار والرفاهيه. ولو ما كانش فعلا لها مطالب ما كانش اجتمع الناس كلهم على الثوره، لان كل المصريين في كل اتجاه اجتمعوا على ان فعلا لازم يكون في بلدنا تغيير. مصر جميله، مصر حلوه، مصر محتاجه الافضل. المصريين محتاجين حياه افضل، محتاجين ان بلدهم ينعموا فيها بالخير وبالحب وبالحريه وبالحياه الراغده وبالديمقراطيه وبكل وسائل العيش الكريم. وبالتالي قامت الثوره بقى حققت اهدافها او لم تحقق اهدافها. انا اعتقد ان الثوره لا زالت الى الان في حاله ميلاد، يعني ما زالت في حاله ميلادها. الثوره الفرنسيه قعدت قرابه 17 عام لما حققت
مطالبها. احنا دلوقتي في العام الثالث ما كملناش الثالث حتى، وبالتالي هي محتاجة وقتها علشان يطلع افرازاتها، وبالتالي انا واثق ليا ان مهما يحدث من اختلافات والمشاكل في الرؤى وفي الاساليب، الا ان في النهاية ارادة المصريين هتنجح وهتحقق الثورة فعلا كل مطالبها. وان شاء الله انا بتوقع الخير، لان انا على الفيسبوك بتاعي كاتب بكرة احلى من النهاردة. انا بقى مصر على ان بكرة باذن الله يا استاذ مصطفى هيبقى احلى من النهارده، وان الخير جاي، ولكن احنا في مرحله مخاض، بس للاسف يا دكتورنا مخاض عسير شويه، لكن ان شاء الله المخاض ده هيدينا مولود في النهايه رائع جدا، هو مصر الحره، مصر المستقره، مصر الواعده، مصر المزدهره، مصر اللي فيها احنا كلنا بننعم بالحريه ونتنفس ديمقراطيه وحياه راغده وحياه سعيده، ونعيشوا فيها احنا واولادنا، ونتباهى ونفتخر بان احنا مصريين ان شاء الله. بكره احلى، ونتكلم ان احنا بنكون احلى واجمل وافضل بكثير. طيب استاذ احمد، عايز اسال حضرتك ان المصري القديم بمناسبه الحريه بقى والجمال اللي احنا عايشينه دلوقتي والكلام الجميل اللي قاله الاستاذ فتحي من شويه، المصري القديم بالامكانيات البسيطه اللي هي اقل امكانيات في عصر البائس، ازاي استطاع ان يصنع هذه الحضاره ويبهر هذا العالم بهذه الحضاره التاريخية الجميلة والرائعة من أهرامات وتحنيط وكيمياء وعلم وطب، ازاي بهذه الامكانيات اللي اقدر اقول ضحله يعني في عصر بدائي؟ لا، ما نقدرش نقول انها ضحله، لكن انا عندي تكون هناك اجهزه ولم تكن هناك الامكانيات المتاحه في العصر الحالي، ولم يكن هناك وسائل رفع وهكذا. والله انا فكرت في الموضوع ده كتير حقيقه، يعني ما بلاقيش اجابه سريعه الا انه حب تراب هذه الارض الله حقيقه. لان دلوقتي في ناس كتيره بتفلسفوا في التاريخ، وانا يعني بلا غرور اعتبر نفسي قارئ للتاريخ. الناس يقول لك العبوديه، ومنذ متى صنعت العبوديه حضاره؟ انا عايز في اي حضاره مهما كانت تحت اي مسمى من المسميات، منذ متى او كيف تصنع العبوديه حضاره؟ استحاله يطلع الحاجه. علشان كده كويس بالظبط، عشان كده قلت انت ليه دايما بتظلموا الفراعين وتقولوا الفرعون ده جبار واوتاد وبيتحط على خوازيق؟ كل دي كلام، لاما انت مفسر مش عارف بتقول ايه، لاما انت ماشي على تخلف معين بتاع ناس برؤى غير صائبه على الاطلاق. فكيف لهذا العبد ان يصنع بناء معجزه مثل الهرم الكبير؟ مسميه الهرم الكبير مش او الاكبر كمان، واخد بالك؟ ده هرم معجزه، يعني فن البناء بتاعه، الحب اللي عامل كان بيبني هذا البناء، المقبره، المعبد. يعني النهارده ما تقنعنيش ان عبد ممكن يعمل معبد زي معبد الكرنك. فالاختصار الشديد طبعا عشان المواطن العادي بدل ما ندخله في متاهات يعني او صعوبه الحضاره المصريه القديمه بجمالها، لا هو حب تراب هذا الوطن. يعني ده بالتاكيد نقدر نقول ان الحريه تصنع الابداع، وان العقل المصري لا يستهان به، اقوى من مليون آلة تجلى في حرب اكتوبر. اسرائيل تملك الآلة وتملك التكنولوجيا الحديثة، والمصري يملك الإرادة. تتفوق الإرادة على الآلة، فإرادة المصري هي صناعة الأهرامات، رغم أن أنا مش أثري لكن مصري. إرادة المصري صنعت الأهرامات، صنعت المعجزات، صنعت الأشياء اللي بينبهر العالم أمامها الآن، وبيفتح بقه إعجابا يعني ودهشة من ان في عصور الظلام اللي بيقولوا عليها الدارك ايجز، ايام بريطانيا واوروبا ما كانت عايشه في الظلام، ايام ما كانوا يتصوروا الاوروبيين ان الارض عباره عن حجر ضخم موضوع على قرن صور ضخم، واذا تحرك حدثت الزلازل والبراكين. يصنع المصري البيوت والقصور والحضاره والعربات، ويصنع الاشياء التي تبهر العالم. دي عبقريه مصريه مش عبوديه ابدا. عايز اضيف برضه الحته دي بقى، يعني استاذ فتحي برضه يعني جاب حته جميله جدا. احنا عندنا عصر اضمحلال اول وثاني، وهو ذكر كلمه الاضمحلال النهارده. لما تيجي تقرا اوراق العصر الاضمحلال ده، سواء ايبوير او نفر وهو او غيرهم، تشوف بكاء هذا الانسان على ما يحدث في ارض بلده. انت لو قريتها باللغه العربيه النهارده هتبكي.
حقيقي يعني. وبعدين الصرغلفاني طبعا مكتوب بالمصري دايما، او لا خليها المصري القديم. مكتوب بالمصري القديم طبعا. بس حبه لهذا لهذه البلد، الاحداث اللي بتجرى فيه، يعني لما تيجي ورقه زي دي تقول مصر دي مش هتقوم تاني، لكن قامت. يبقى اذا هنا الاراده زي ما فتحي قال، اراده المصري دي تدرس الحقيقه في ضعفه وفي قوته. هو المصري معروف يعني منذ القدم هو عاشق لتراب هذا الوطن، ولكن احيانا بتحدث عمليه شوشره زي ما انا كنت بتكلم في اول. نعم. بتحصل عمليه شوشره وعمليه تغييب او عمليه انا عايز اغيبه عن الواقع، ودي بتكون تدخلات اجنبيه زي ما حصل في لا، وممكن تكون تدخلات اجنبيه كمان. ليه كل حاجه احط اخفائي على شماعه الاجنبي؟ معدنه نفيس بالظبط. احيانا يعلوه الصدى، فقط انك انت تمحو الصدى يبدا الدرر ويبدا الذهب ويبدا الياقوت في المرجان اللي اساسا اصل المصري. المعدن نفيس، اصل المصري نفيس. ولكن في برضه في الفتره الاخيره كده ظهر هوس في المصريين وتنقيب عن الاوضاع المصريه، وظهرت حاجات غريبه. يمكن حضرتك لو ممكن تكون وصلتك رسائل، مش عارف يا محمد يا اخويا انا لقيت اكيد في المكان الفلاني، وبعدين الناس تتصل فيقول له ده انا كنت باعتها لابن اختي ومش عارف ايه، فتروح الناس تحصل عمليات نصب من هذا القبيل. وبعدين تلاقي برضه في نفس الموضوع تلاقي ظهرت برضه في الفتره الاخيره عمليه تقليد مبهره للاثار المصريه. ازاي الناس دي يعني تقدر تقلد الاثار المصريه بالشكل ده؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي ان احنا نستهتر باثارنا ونوصل لمرحله ان احنا نبيع تاريخنا ونبيع تراثنا؟ الحقيقه برضو انا ارجع اقول ان رئيس الهيئه الاسبق او السابق اللي هو اصبح وزير والوزاره اتعملت ليه الدكتور زاهي حواس، طلع لنا بتقليع الحقيقه وهي انشاء المدارس الفنيه المصريه. انت حاجه من الاثنين، انت عايز تعمل سوق عكاز جديد وبعدين بتقلد حضارتي ليه؟ سؤال يعني. النهارده طبعا في ناس وصلوا لحرفيه شديده جدا في صناعه التماثيل، بس ثقة تأكد يا استاذ مصطفى مهما يكن هذا الصانع الحديث معه كفاءات الدنيا عشان يطلع تمثال مستر او اصلي جنب التمثال القديم، لا مستحيل. ليه؟ لان صانع هذا التمثال اولا مش دارس حاجه اسمها العقيده المصريه القديمه، مش دارس حاجه اسمها الطراز الفني المصري القديم ومدارس الفن المصري القديم. خصائص الفن في هذه خصائص بقى هنرجع هنا لخصائص الحجر اللي بيشتغل عليه. مظبوط. الفتره الزمنيه للحجر في حروف معينه انت اول ما بتشوفها كده حتى لو انت مش دارس اثار تقول الحرف ده مصري او مش مصري. لكن تجاره الاثار هنا انا عايز المجتمع المصري يعني يطمن لحاجه معينه، نقب على الاثار زي ما انت عايز، دي ما فيهاش خطوره، يعني انا كمصري ممكن نحلها انا وانت، لكن الخطوره هنا في تهريب الاثار. عشان كده اللي دايما المجتمع بيجي يتكلم على الاثار بياخدها بالمفهوم الشامل. سرقه الاثار لا يا حبيبي، هي مرحلتين، في مرحله تنقيب وفي مرحله تهريب. مرحله التنقيب ممكن اي مواطن يعملها، لكن في مرحله التهريب مش اي مواطن يعملها. فدي طبعا مواضيع فيها كتير واسماء ممكن تيجي كتير. المشكله عندي هنا في كيفيه تهريب الاثر وليس في استخراج الاثر. استخراج الاثر يا اخي واحد عنده قطعه ارض بيحفر لقى كنز ربنا بعته له، انا كدوله بحافظ على المواطن بتاعي، بحافظ على تاريخي حتى لا يهدر، ممكن اساوي هذا الامر معاه. العمليه مش عمليه قبض يلا وسجن ومحكمه والكلام ده، بدليل لما الدكتور زاهي حواس حب يطلع قانون الاعدام في الاثار، احنا كاثريين وقفنا ضده وليس المواطن المصري العادي. هل احنا تجار اثار؟ حاشا لله. هل احنا منقبين الاثار؟ حاشا لله. طبعا. لكن ازاي انا عندي حته ارض بالصدفه البحته ربنا اعطاني كنز اديله اعدام؟ لكن انا كدوله ممكن احافظ على هذا الاثر وهو موجود عند هذا المواطن وحراضي هذا المواطن وهعرض الاثر بتاعي، وممكن اعمل معبد مفتوح في كل قريه في مصر. لكن هي العمليه من له الاراده، دي ده استاذ فتحي، الاراده هي التي تعمل هنا. معدن مصر هنا بيظهر في كيفيه الحلول مش عمل المشاكل. لكن النهايه استاذ احمد، هيئه الاثار بشوف حالات كده بتضايقني انا نفسيا وانا راجل اثري. بتشوف احيانا حالات تعدي رهيبه جدا على المناطق الاثريه، يعني ممكن تحصل تعدي بالزراعه او تعدي بالوضع لو بالبناء،
تمام. يعني اعتقد ان يد الهيئه على مناطقها الاثريه ما هيش بالقوه. لا انا مش عايز اصدم، لا مش عايز اصدم الهيئه لوحديها، مش عايز اصدم الشرطه لوحديها، واخد بالك، مش عايز اصدم حتى رئيس الوزراء لوحده، لان هي منظومه واراده مشتركه. هذا الانسان تعدى ليه على احل لنا الموقف ده؟ لماذا تعدى على هذه الارض؟ واخد بالك، دي نقطه مهمه جدا. انا اعرف المكان ده مساحته الطبيعيه 300 فدان. نعم. بعد 5 سنين وصل بقى 20 فدان بالظبط. 300 فدان اثري. تخيل يعني كميه مقابر تحت 300 فدان دول في منطقه في محافظه البحيره. بالظبط. وغير البحيره، وغير البحيره محافظات كتير جدا، يعني الشرقيه، الصعيد، كل ديت مناطق بتبقى مناطق اثريه وتحتها تلاقي من الاثار. شوف، وللاسف بتتحول للناس بتبدا تدخل فيها والهيئه. ما لو انت داخل فيها وضع يد، هنا عايز اقول لازم اعمل قانون مشدد وممكن يصل للاعدام. شوف، احنا ما بنتكلمش على تنقيبه، احنا بنتكلم على تعدي على ارض الدوله. بالظبط. خلاص. بقول لك ده بتعدي على اثار الدوله، مش ارض الدوله بس، يعني لا، ما ارض وفيها اثار يعني. لكن انت الارض دي بتقول انها ارض تحتيها اثار، والنهارده التكنولوجيا الحديثه طبعا يعني تقدر تقول لي الارض دي فيها خيارات ايه. وانا برضه عايز اقول برضه في واحد دكتور، وانا ليا معزه خاصه عنده، الدكتور عبد الفتاح البنا، استاذ الترميم في كليه اثار جامعه القاهره، عامل مسح اثري الكتروني اياتها الدوله. لو انت درستي هذا المسح الاثري اللي عامله والتخطيط الاثري للبحث عن الاثر والمحافظه على الاثر، استحاله حد هيتعدى على هذه الارض. اللي هيتعدى هنا اعدام. انت مش بتسرقني انا، انت بتسرق دوله بالكامل. تراث. لا، ما احنا ما نعرفش الارض تحتيها فيها ايه كتاريخ. انت بتتعدى على الارض عشان تعملها زراعه، تعملها بيت، تعملها حظيره، علشان ايه؟ فاذا الدوله هنا لابد انها تفكر، الهيئه لابد انها تفكر، الشرطه لابد انها تفكر كشرطه السياحه والاثار. فدي منظومه، اساتذه الجامعات تحط رايهم. ما دي نفس المشكله بتاعت المرور عندي. المرور عندي في القاهره حاطين العبء كله على رجل المرور واداره المرور، مع ان لا، دي لازم يخش فيها اساتذه الهندسه، اساتذه الطرق، التخطيط العمراني الجديد. المواطن بقى عشان سوري بقى في اللفظ بدلنا على التلفزيون يحترم نفسه شويه لاحترام قواعد المرور، وبرضه يحترم نفسه شويه للتعدي على هذه الارض. فدي منظومه اساسا اتبنت على خطا، ولذلك نطالب بالتغيير. تمام. وبالمناسبة برضه يتحمل المواطن المصري جزء كبير من المسؤولية. لا طبعا ما فيش شك، ما قلتها طبعا دي. يعني انا برضه خليني اسال الاستاذ فتحي ان العملية التربوية في التعليم ليه ما نحطش في المنهج التربوي في الابتدائي ومنذ التعليم الاساسي منهج للطلبة تعرف اثارها وقيمة الاثار المصرية؟ احنا بندرس التاريخ للطلبة في المدارس، لكن ما بندرسش فعلا للطالب ازاي يحترم الاماكن الاثرية ويحافظ عليها، ودي نقطة خطيرة جدا جدا. الدول اللي لها تاريخ من 400-500 سنة بتعتز بيه وعاملة المتاحف وحطها، احنا 7000 سنة حضارة، ومصر عايمة على بحيرة من الآثار. وزي ما قال الدكتور بعض الآثار تهرب ده من مئات السنين، وإلى النهاردة الآثار ما خلصتش، وبيلاقوا كمان الجديد وبيلاقوا الآثار الجديدة النهاردة. معنى كده إن مصر تملك مخزون من الآثار لا حصر له. فعلا المفترض أن يبقى في المدارس يدرس الطلبة للطالب نفسه إن الأثر ده عبارة عن تاريخك، دي حضارتنا، دي امتداد لأجدادنا. هل يعقل ان واحد فينا يبيع الموميا بتاعت جده؟ يعني هل يعقل ان انا ابيع موميا جدي انا؟ طب ما هو جدي رمسيس واحمس والفراعنه القدام دول، هل يمكن ان انا اهرب الاثر الى دوله اخرى تستفيد بيه في الخارج وتحطه في معارضها، وبلدي هنا اولى انها تنتفع بيه؟ مش ده ينعش السياحه وينعش الاقتصاد؟ مش دي حضارتي اللي انا بفتخر بيها؟ الحضاره اللي لها تواصل بالحاضر. نعم. حضاره وحاضر. فالحضاره دي اللي بتخليني اعرف ان جدودي كانوا عظماء، فعلي ان انا كمان اكون عظيم زيهم. علي ان اتواصل بالخير. هم بنوا الهرم وانا ابني حضاره حديثه وابني مجد حديث. يجب فعلا انا اطالب زي ان المفهوم ده يبقى موجود لدى وزاره التربيه والتعليم، وان وزاره الصين يحترم الاثر ويحافظ على الاثر ويعتني بالاثر ويعرف ان ده جزء من حضارته وجزء من تاريخه، جزء من حضارته وجزء من تاريخه، من مستقبله، جزء من مستقبله فعلا. وبالتالي يبقى في وعي ان للاسف
فعلا احنا ما عندناش، احنا ممكن نكتب على الحيطان عن معالم بالتبشير ده لعدم الوعي، ممكن نسيء اليها، ممكن يعني نخرب فيها، بالاضافه لانها تنهب وتباع للخارج. طبعا الدكتور بريء النقطه دي. لا يعني احنا بنقول لكل